نتأدب خاصة في دائرة العلماء، نتأدب فيما بيننا. هؤلاء اجتهدوا وألفوا وسهروا الليل وتعبوا، حتى كان بعضهم يرعف الدم من كثرة التفكير في المسألة، وبعضهم يبول الدم من كثرة سيره في الرحلة، حتى يؤلف لك حديثا أو ينظر في طريق يسلم لك الأمر في كتاب، ثم حقه أن يسب ولا يشتم ولا يجعل على موائد نتفكه في أعراضهم تبديعا وتفسيقا وإخراجا عن دائرة الحق. هذا والله ليس بحقنا وليس من الوفاء. حتى الكلب يا رجل، حتى الكلب والله وفاء، من أعطاه لقمة فإنه يبقى وفيا له إلى أن يموت الكلب، يدافع عنه ويحرسه حتى وهو كلب، وهو بهيمة يا رجل، بهيمة. البهيمة فطرت على محبة من أحسن إليه. والله يا أخي عيب، والله ما عرفنا العلماء يتصرفون بهذه. هذا تصرف الغادرين، هذا غدر، هذا موت ضمير، هذا موت ضمير. الذي يفعل هذا لا أخلاق عنده ولا ضمير. عيب عليك أن تتكلم مع أناس من أولياء الله. من بقي لأهل السنة والجماعة؟ يا أخي عيب، الرافضة والله ما يسوون كذا بعلمائهم ومعمميهم، والصوفية ما يفعلون كذا بعلمائهم ومعمميهم. عيب أنت سني، أنت صاحب حق، عيب. العلماء يخطئون ويصيبون، لكن أنت عليك أن تتعامل مع هؤلاء الكبار الذين شابت لحاهم وانحنت ظهورهم في العلم والقراءة، وأنت ما برحت ما بعد مشيت مخاطك في العلم. وش جاي عقب ما كبر لغاصيمك فلان مبتدع وفلان خرج من دائرة السنة. إذن سأطبق عليك ذات القاعدة: لا يهمني الأسماء، إنما يهمني المسميات. يهمني ما قال الشيخ وليد السعيدان وقد شهدت له بالعلم والفضل، فهو ينطبق عليك تماما سواء ذكرك باسمك أو لم يذكرك باسمك. حتى ولو لم يذكرك فإن الكلام واقع عليك وعلى صاحبك أبي جعفر. فالقاعدة التي تطبق على الأئمة وأنت لا تحسن فقهها ولا تطبيقها تقع عليك من باب أولى. وتراهم إذ ما يبين قبحهم فسيأخذوا دور البريء ويظهروا، لا تأخذوا دور البريء فإنما أفواهكم منها البذاءة تقطر. أنتم عديمي الديانة، أنتم يا من لا عندكم ذرة دين. كيف يجعل لعنة الله عليكم واحدا؟ كيف يجعل كلامه فوق كلام السلف؟ هؤلاء مخانيث، المدجن مخانيث. أمدجن معطي العلوم وأهلها قدرا ويحسن ظنه أو يعذر. غفر الله للنووي ولابن حجر العسقلاني قال: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سد. هذا هو المبتدع، هذا هو المبتدع. أما الإمام ابن حجر والإمام النووي فهما إمامان جليلان. فذروهم يا من تبعتم جهلهم واستغفروا فالله دوما يغفر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. أيها الإخوة الكرام، عرض أخونا مصطفى الشرقاوي صاحب قناة شؤون إسلامية مقطعا للشيخ وليد السعيدان، وهو يتكلم عن رجلين حول ما يقولانه في الأئمة عامة وما يقولانه في النووي خاصة. وقبل أن أسمعك ماذا يقول الشيخ وليد، دعونا نسمع ماذا يقول محمد بن شمس الدين في الشيخ وليد السعيدان، ثم نرجع إليك أيها الأخ المبارك. يقول: من هم الشيوخ الثقات الذين تنصح بهم؟ الشيخ وليد السعيدان، وهو يعني من العلماء الذين نثق بهم ونحبهم في الله. قد يكون وليد السعيدان يعني أقرب إلي، أحب طريقة الشيخ وليد في تأصيل كثير من المسائل. إذا كما سمعت أيها المبارك، أثنى أخونا ابن شمس الدين على الشيخ وليد وأنه يعجبه تأصيلاته وتفريعاته، وأتمنى أن يبقى ذات الكلام له بعد أن أسمعه هذا الكلام للشيخ وليد، وقد سمعه. لكن سترى من المغالطات لهذا الفتى أنه أتى على قناته ووضع مقطع لرجل مجهول يبين فيه حقيقة المقطع الذي أتى به أخونا مصطفى الشرقاوي. إذا تنبه أيها الأخ الكريم إلى المقطع الذي ذكره أخونا مصطفى الشرقاوي، ثم إن شاء الله تبارك وتعالى سأسمعك اعتراض ابن شمس الدين على المقطع. فاسمع أيها الأخ المبارك كلام الشيخ وليد السعيدان في الرجلين باسمهما. تنبه أيها المبارك حتى لا أعيد مرة ثانية. سئل الرجل وليد السعيدان عمن
عن رجلين بأعيانهما باسمهما الخاص، محمد بن شمس الدين وعبد الله الخليفي أبي جعفر صاحب ابن شمس الدين الذي أتى به على قناته ليعلق على المناظرة. هذا الطعان اللعان فينا وفي أئمة المسلمين حتى توقف في إسلام أبي حنيفة، ودافع عنه أخوه دفاع المستميت في أن الرجل لا يكفر أبا حنيفة. هنيئا لك به. أنتم عديمي الديانة، أنتم يا من لا عندك مجرد دين. كيف يجعل لعنة الله عليكم واحدا واحدا؟ كيف يجعل كلامه فوق كلام السلف؟ المهم هذا الطعان اللعان وابن شمس الدين سئل الشيخ عنهما باسمهما، فأجاب الرجل إن هذان، يعني باسم الإشارة، لأن الأولى ألا يعيد اسمهما مرة ثانية، كلما قل كلامك إلا وقل، يعني كثرت فصاحتك، يعني كلما لم تزد في الكلام ولم تطل كلما كنت فصيحا، ولا لست بفصيح فاعذرونا. الله عز وجل يقول إن هذان لساحران، وفي قراءة إن هذان لساحران، وفي قراءة إن هذين لساحران. ما عاد فرعون كلامه أو سمى موسى عليه السلام وأخاه هارون إن هذان لساحران، فقال إن هذان الرجلين وقد استمعت مقاطعهما، ثم بين كلامه. اسمع كلامه أيها المبارك ثم أرجع إليك لنرى اعتراض ابن شمس الدين هل هو جاهه أم لا. فاسمع أيها المبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا. شيخنا الحبيب، نريد أن نسأل سؤالا بارك الله فيكم. ظهر في الفترة الأخيرة عندنا مجموعة من طلبة العلم يبدعون الإمام النووي وابن حجر ويقعون في أهل العلم، ومن هؤلاء شخص يدعى محمد شمس الدين وعبد الله الخليفي، وهما ينشطان في مواقع التواصل الاجتماعي ولهما أتباع، فنرجو من فضيلتكم كلمة بخصوص هذا الأمر وجزاكم الله عنا خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا، حياكم الله، بارك الله فيكم وفي جهودكم وتقبلها منكم وجعلها خالصة لوجهه الكريم نافعة لعباده في أرضه. هذا والله مما يسوءني كثيرا، وأنا تتبعت كثيرا من مقاطع هذين الرجلين ووجدت فيها تجنيا عظيما وتأصيلا يعني مخالفا لما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى في كيفية التعامل مع هذين الرجلين بخصوصهما. ومن باب الفائدة أقول لك إن الإنسان يحكم عليه في آنيته باختلاف منطلقاته، إن الإنسان يحكم عليه في آنيته باختلاف منطلقاته، فإذا كانت منطلقاته طيبة وسليمة في تعظيم الصحابة وفي تعظيم أهل الحديث وفي تعظيم الحديث والاستدلال به والاحتجاج به حتى وإن كان آحادا، كحال الإمام النووي رحمه الله تعالى وحال الإمام ابن حجر وغيرهما من أهل العلم الذين ما علمنا عنهم إلا كل خير، ومنطلقاتهم طيبة وسليمة، ولعل الله عز وجل قد كتب لهم القبول ولمؤلفاتهم بسبب هذه المنطلقات الشرعية الطيبة في الكلام على الحديث وتعظيم أهل السنة والجماعة وعدم الدعوة إلى ما عندهم من الزلات أو الأخطاء، وكلنا ذاك الرجل، كلنا أصحاب زلل وكلنا أصحاب خطأ. فحينئذ من كانت منطلقاته سليمة في تعظيم السنة وفي تعظيم حديث الآحاد وفي تعظيم أهل السنة وفي تعظيم أهل الحديث وفي تقرير المسائل على طريقة المحدثين، ووقعت في طريقه بعض الغلطات حتى وإن كانت عقدية، فحينئذ أهل السنة والجماعة يتعاملون معه بتعامل آخر نظرا إلى منطلقاته. فالذي يسوي بين منطلقات الإمام ابن حجر والإمام النووي رحمه الله وغيرهما مع منطلقات بشر المريسي والجهم بن صفوان وأبي منصور الماتريدي وابن كلاب وغيرهم ممن كانت منطلقاتهم ليست على طريق السلف الصالح وليست على المنهج القويم والصراط المستقيم، فهذا والله فيه ظلم عظيم جدا. ولذلك لا بد أن ننتبه لهذه القاعدة العظيمة، وهي أن الإنسان يحكم عليه في آنيته باختلاف منطلقاته، فمن كانت منطلقاته سنية سلفية شرعية تتفق مع أهل السنة والجماعة وأهل الحديث في كثير منها، ولكن أخطأ في طريقه في تقرير بعض الصفات أو أخطأ في بعض التأويلات أو التحريفات، فنحن نرد هذه التحريفات ونطلب له المعاذير ونطلب له ما يبرئ ساحته مع ردنا لهذه الأغلاط وعدم قبولها منه، فإن الباطل يرد ممن جاء به، ولكننا نحاول أن نعتذر عن شخصه الكريم. ولذلك فلا أزال أنبه الطلاب في فتاواي وفي تدريسي وأعلم طلابي في حلقاتي أن يهتموا بهذه القاعدة وأن يحكموا على الشخص في غلطاته الجزئية باعتبار منطلقاته الكلية. فالذي يتعامل مع الإمامين المذكورين كما يتعامل مع منطلقات الجهم بن صفوان أو منطلقات بشر المريسي أو غيرهما
فيجعل هؤلاء كهؤلاء، فهذا والله يدخل في قول الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقول الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا والله من الظلم العظيم ومن الظلم الكبار في التعامل مع أغلاط الإمام النووي وأغلاط الإمام ابن حجر التي وقعوا فيها في قضية الصفات. لكن إذا تكلموا عن أهل السنة وعن الصحابة وعن السلف الصالح وعن الأئمة وعن غيرهم من علماء الحديث يتكلمون بعلم ويتكلمون بعدل وينطلقون من منطلقات أهل الحديث ولا يردون حديث الآحاد، ويعظمون السنة ويعظمون الأخذ بها ويأمرون الناس بالالتزام والاعتصام بالكتاب والسنة وفهم السلف، ولكن وقع في طريقهم بعض الأغلاط، فلا والله لا نعاملهم كما نعامل الأوائل أبدا، بل والله هذا من التسوية بين المختلف، والشريعة جاءت بالتفريق بين المختلفين. هذا الذي أراه في قضية الإمام النووي رحمه الله والإمام ابن حجر ومن سار على منهجهم رحم الله الجميع رحمة واسعة، أنني أطلب لأخطائهم المعاذير ولا أنشرها أمام الملأ، ولا أحكم على أشخاصهم بأي حكم يقتضي فسقا أو ضلالا أو بعدا عن الطريق، ونأمر الناس بقراءة كتبهم والحذر من بعض المزالق التي قد يمرون عليها. ولكن أن يتكلم الإنسان على أشخاصهم أو يحكم عليهم بالكفر أو بالضلال أو بالفسق أو بالبدعة حكما مطلقا، فهذا والله من الظلم الكبير. وما عرفناه من علمائنا الذين درسنا على أيديهم وقرأنا كتبهم من لدن عصر هذين الإمامين إلى عصرنا هذا، لم نعلم أحدا يتطاول على الإمام النووي كتطاول هؤلاء السفهاء والثلة المعاصرة، ولم نعلم أحدا وصفهم بالضلال أو الفسق أو الخروج عن دائرة أهل الحديث وعن دائرة العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم أبدا. إنما نسمعه من هؤلاء المعاصرين ممن تعلموا شيئا وتركوا أشياء، وعرفوا شيئا وتركوا أشياء، وفرحوا بأغلاط هؤلاء الإمامين وصاروا يحاكمونهم في أغلاطهم الآنية بمعزل عن منطلقاتهم الأصلية الشرعية. فلا والله لا نقبل هذا المنهج أبدا، وليس هذا هو المنهج الذي تربينا عليه على يد علمائنا كالشيخ ابن باز رحمه الله، فكم مرة سمعناه بآذاننا في كثير من دروسه، وكذلك الشيخ محمد رحمه الله سمعناه كثيرا في دروسه وقرأنا لهم في كتبهم عن الإمام النووي أنه يصفونه بأنه إمام ويترضون عليه ويترحمون عليه، وكذلك الشيخ صالح الفوزان وغيرهم من علمائنا الذين هم أهل الصراط المستقيم وأهل المنهج القويم وأهل العدل والإنصاف في التعامل. وبناء على ذلك فلا بد أن نفرق بين المنطلقات. ألا ترى أن ردود أهل العلم على الإمام الألباني رحمه الله في بعض المسائل كانت بعظيم الأدب، لأن منطلقاته سنية سلفية شرعية، فمن كانت منطلقاته سنية وسلفية وشرعية ولكنه أخطأ في طريقه في تقرير بعض المسائل فيتعاملون معه بأكمل الأدب وأكمل الاحترام. وأما من كانت منطلقاته بعيدة عن منطلقات أهل السنة وأهل الحديث فجرى على منطلقات فلسفية منطقية كما جرى عليه بشر المريسي والجهم بن صفوان وواصل بن عطاء وغيرهم من أهل البدع، فهؤلاء يشدون عليهم في الكلام ويحذرون منهم. فلا بد من النظر في المنطلقات حتى يكون حكمنا مبنيا على العدل ومبنيا على الإنصاف. فنحن نقول للأمة عليكم باحترام العلماء الأوائل الذين كتب الله عز وجل لهم في قلوب الأئمة وفي قلوب الأمة القبول لهم ولكتاباتهم، ولا تزال الأمة تترضى عنهم وتذكرهم بالخير والجميل وتأمر الناس بالأخذ عنهم ويعتبرونهم من العلماء ويذكرون كتبهم لطلاب العلم ويأمرونهم باقتنائها والرجوع إليها، ولا يزال أهل العلم يحتجون بأقوالهم. نوصي الأمة أن يحترموا هذا الصنف من العلماء حتى وإن ثبت عنهم بعض الأغلاط في الأسماء وبعض الأغلاط في الصفات، فهذه أغلاط جزئية في بحر منطلقات كلية جميلة جدا وتتفق مع أهل السنة وتتفق مع أهل الحديث. وأما من كانت منطلقاته فلسفية منطقية جهمية اعتزالية أشعرية فهذا هو الذي نحذر منه في آنيته وفي أصوله ومنطلقاته. هذا الذي ندين الله عز وجل به. فنحن نتعبد لله عز وجل ألا نذكر الإمام أبا حنيفة إلا بكل خير وجميل مع كبير الأدب والاحترام، ونتعبد لله عز وجل ألا نذكر الإمام النووي والإمام ابن حجر وغيرهم من الأئمة إلا بأكمل الأدب وأكمل الاحترام وأكمل التقدير وأفضل التعامل، مع أننا لا نقبل ما وقعوا فيه من الزلات والهنات لأنهم بشر، والحق يقبل ممن جاء به والباطل يرد ممن جاء به. وأما ما يتفوه به هؤلاء الثلة المعاصرة ممن تقفروا شيئا من العلم ولكن لم يحققوه التحقيق العظيم في إبراز هذه الأغلاط ومحاكمة هؤلاء الأئمة الذين كتب الله لهم القبول ولكتبهم القبول بمثل هذه الأخطاء، فوالله هذا منهج غير مرضي، ونحذر الأمة وطلاب العلم منه على وجه الخصوص. فاتقوا الله في أئمتكم واتقوا الله في علمائكم وردوا هذه الأغلاط ولا تقبلوها، ولكن قفوا واحبسوا ألسنتكم عن هذا القدح العظيم الكبار والظلم الجلل في حق هؤلاء الأئمة الذين ما علمنا عليهم إلا خيرا، فهم يوصون الناس بالأخذ بالكتاب وبالسنة ويوصون باتباع منهج السلف الصالح ويعظمون الأئمة ويترضون عليهم، فوالله لا نقرأ في كتبهم إلا كل خير، ولكن تلك الهنات لا تعدو أن تكون نقطة سوداء في بحر خضم من أبيض،
ومن الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. هذا ما أدين الله عز وجل به في هذه المسائل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كلام واضح أيها الأخ الكريم. ما اعترض الشيخ على تسمية هؤلاء، بل أكد ذلك أن هذين الرجلين، وقد استمع مقاطعهما في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل، فأتى ابن شمس الدين بمقطع لرجل مجهول، مع احترامنا للأخ المذكور. فالجهالة قائمة بك من وجهين: جهالة عين، حتى والله ابن شمس الدين لا يعرف حتى اسمك، أتى برجل مجهول، مجهول جهالة عين ومجهول جهالة حال، فلا يقبل عند المحدثين قاطبة، حتى أكثرهم تساهلا كابن حبان والعجلي لا يقبلان بقولك. أتى به وقال أنه لم يقصد هذين الرجلين. دعونا نسمع اعتراض ابن شمس الدين والمقطع الذي أتى به الأخي المذكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتشر مقطع لشيخنا الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله تعالى، وهو مقطع يتضمن الرد على من يتكلم على الإمام ابن حجر والنووي رحمهما الله تعالى. وقد سألت شيخنا عن هذا المقطع، وأخبرني بأنه مقطع قديم سنوات قديمة، ولا يقصد الشيخ الرد على أحد ممن دخلوا في القيل والقال والرد في الكلام عن الإمامين رحمهم الله تعالى. الشيخ لا يقصد أحدا. وسألته عمن نشر هذا المقطع وأنزل أسماء بقصد أن الشيخ يرد عليهم، فقال الشيخ: أنا لا أحل مثل ذلك. الشيخ لا يحل مثل ذلك، فليتق الله عز وجل من أنزله وليبادر بمسحه. أسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا وقلوب كما سمعت. الاعتراض أبرد من صقيع سيبيريا. قال لك أنه لا يحب ذكر الأسماء، قد سماه وما امتنع الرجل الشيخ عن ذكر اسمهما، بل أكد ذلك: إن هذان وإن هذان قد ولغا في أعراض أئمة الإسلام والمسلمين، أو كما قال حفظه الله تبارك وتعالى. ثم قال إن المقطع قديم، هو سماهما باسمهما. كيف تقول قديم؟ وما مقدار القدم؟ سنة، سنتين، 10 سنوات؟ هؤلاء قد ولغوا منذ زمان طويل. أنا قد أدركت الحدادين القدامى، وقد تكلم عنهم بشيء من التعميم. وهل يقال في كلام السعيدان قديم وجديد؟ هو الشافعي الذي بدل مذهبه بين العراق ومصر؟ عجيبة هذه. وهذه الأطم، وهذه القاصمة لظهر ابن شمس الدين. ألست تقول ومن قواعدك وأصولك أننا لا ننظر إلى القائل بقدر ما ننظر إلى المقول، ننظر إلى الكلام ثم نعرض كلامه على كلام السلف؟ لماذا لم تأخذ بقاعدتك التي صدعتنا بها، ويا ليتك فهمتها فضلا عن تطبيقها؟ إذن سأطبق عليك ذات القاعدة: لا يهمني الأسماء، إنما يهمني المسميات. يهمني ما قال الشيخ وليد السعيدان، وقد شهدت له بالعلم والفضل، فهو ينطبق عليك تماما، سواء ذكرك باسمك أو لم يذكرك باسمك. حتى ولو لم يذكرك فإن الكلام واقع عليك وعلى صاحبك أبي جعفر. فالقاعدة التي تطبق على الأئمة وأنت لا تحسن فقهها ولا تطبيقها تقع عليك من باب أولى. أختم لك بهذا الكلام للشيخ وليد السعيدان حفظه الله تبارك وتعالى، وسأحذف آخر كلمة له لأنها صراحة لم تعجبني أن يساء لمحمد بن شمس الدين وأبي جعفر الخليفي، فقد شبههم بأحد أسأل الله تبارك وتعالى أن نوفق لقبول الحق والصدع به، وأن يرجع ابن شمس الدين وأبي جعفر الخليفي عن الطعنات في أئمة الإسلام والمسلمين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نتأدب خاصة في دائرة العلماء، نتأدب فيما بيننا. هؤلاء اجتهدوا وألفوا وسهروا الليل وتعبوا، حتى كان بعضهم يرعف الدم من كثرة التفكير في المسألة.
وبعضهم يبول الدم من كثرة سيره في الرحلة حتى يؤلف لك حديثا أو ينظر في طريق يسلم لك الأمر في كتاب، ثم حقه أن يسب ولا يشتم ولا يجعل على موائد نتفكه في أعراضهم تبديعا وتفسيقا وإخراجا عن دائرة الحق. هذا والله ليس بحقنا وليس من الوفاء. حتى الكلب يا رجل، حتى الكلب والله وفاء، من أعطاه لقمة فإنه يبقى وفيا له إلى أن يموت الكلب، يدافع عنه ويحرسه حتى وهو كلب، وهو بهيمة يا رجل، بهيمة. البهيمة فطرت على محبة من أحسن إليها. والله يا أخي عيب، والله ما عرفنا العلماء يتصرفون بهذه. هذا تصرف الغادرين، هذا غدر، هذا موت ضمير، هذا موت ضمير. الذي يفعل هذا لا أخلاق عنده ولا ضمير. عيب عليك أنت تتكلم مع أناس من أولياء الله. من بقي لأهل السنة والجماعة يا أخي؟ عيب الرافضة والله ما يسوون كذا بعلمائهم ومعمميهم، والصوفية ما يفعلون كذا بعلمائهم ومعمميهم. عيب أنت سني، أنت صاحب حق، عيب. العلماء يخطئون ويصيبون، لكن أنت عليك أن تتعامل مع هؤلاء الكبار الذين شابت لحاهم وانحنت ظهورهم في العلم والقراءة، وأنت ما برحت ما بعد مشيت مخاطك في العلم. مش جاي عقب ما كبر لغاصيمك فلان مبتدع وفلان خرج من دائرة السنة.